وارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جنة وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا اللهم وبالدال. يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل ملاكة في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. انا ريهام احمد ودي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفي قناتي قلب اختك، تاكدي ان اشتراكي في قناتي ده هيشرفني وهتبقى على راسي من فوق، هتبقي اخت وصاحبه وصديقه وليا وكل حاجه. فاشتركي في القناه من علامه الاشتراك اللي هتظهر لك تحت الفيديو باللون الاحمر، ضغطي عليها هيطلع لكم 3 خيارات، اختاروا اول خيار فيهم هو الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناه يوصلك اشعار بيا قلب اختك، تدخلي تنوريني باحلى لايك واحلى تعليق هستناه منك. وربنا يديمكم النعمه في حياتي، احلى اخوات اصحاب في الدنيا، انتوا شرف ليا وعلى دماغي من فوق، داخل مصر وخارج مصر، انتوا مشرفيني ومنوريني في قناتي. فيلا بقى ندخل برجلنا اليمين ونشوف الروتين الجميل بتاعنا ده هنعمل فيه إيه النهارده. يوم جديد في حياتي وروتين جديد على قناتي، فادخلي برجلك اليمين وتعالي بقى معايا نذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. النهارده يوم جديد كده، وزي ما انتم شايفين كده لسه ما شلتش حاجه العيد. انتم متعودين عليا نعدي العيد بالظبط هم يومين، بعد العيد تكون الدنيا متشقلبه، الشقه متشقلبه فوقها تحتيها. فمش فاضية خالص اليومين دول. اليومين دول نظام التمرينات بتاعت ولادي بوديهم سباحة وكده، فبوديهم يوم يوم. فالايام بقى اللي هي فيها السباحه وكده بتبقى ضغط عليا. حتى انا كنت لسه جايه من التمرين وكنت لسه باللبس بتاع الخروج، قلت ايه اروق الدنيا دي، ما اقعدش بقى والدنيا متبهدله كده، لا انا هروق الدنيا واخليها رايقه كده، بحس ان مبقاش ورايا حاجه. طب هتشيلي بقى الحاجات بتاعت العيد بقى والمناسبات اللي انتي شغلانه بيها، اللي انتي دوشانه بيها دي، ولا لا يا ريهام؟ لا مش هعمل روتين قوي النهارده خالص، مش بصوا دماغي مش رايقه لاي روتينات النهارده. انا قلت ايه اقوم اظبط حالي كده وافرش الفرشه اللي انتوا شايفينها على الركنه دي، بحيث الولاد بهدلوها لي. يعني اليومين اللي بتتشال اساسا الفرشه من عليهم الحافظات اللي انا بحطها دي، الركنه بتتبهدل. فقلت ايه، بقالي يعني ايه كام ساعة في الشمس بقى ودماغي مدورة. يعني عاوزة اقول لكم ان احنا بنروح التمرين بنقعد ساعة بحالها، ايوه هو التمرين ساعة بنقعدها في عز الشمس. التمرين بتاعنا الساعة 3 بيخلص الساعة 4، فشمس فوق ما تتخيلوا، احنا قاعدين كده منقوعين في عز الشمس. فبروح بقى دماغي، بصوا انا عاوزه السرير، عاوزه اترمي بقى على الكنبه، على السرير، على اي حاجه قدامي، يعني انا مش طايقه نفسي جايبه اخري. فزي ما انتم شايفين كده كانت الشقه محتاجه ان هي ترتب وان هي في حاجات تتعمل كده، قلت لا انا لو قعدت هكسل. فبهدومي كده زي ما انا كده من غير حتى ما قلعتش هدومي لسه، قلت ايه وانا واقفه كده روتين كده على الماشي. المفروض اساسا ان انا كنت عملت ايه الروتين اللي هو البسيط، يعني ما كنت شلت الحفاظات بقى في الارض كده ودوخت نفسي. انا مدوخه نفسي ليه طالما هو روتين بسيط؟ المهم اللي حصل ايه، ان الحفاظات بتاعتي دي المكنسه بتاعتي بايظه ولسه بايظه لحد دلوقتي. طبعا اللي متابعني عارف ان هي بايظه بقالها كام شهر، يعني دخلت في شهرين دلوقتي. وكل يوم اتخانق مع جوزي اعملي المكنسه يا ابني، يقول لي هتبوظيها تاني، ما اناش هعمل لك حاجه. انا حلفت لو المكنسه باظت مش هعملها لك، علشان خاطري علشان خاطري من هنا لهنا. قال لي ايه سيبها لظروفها. فلحد دلوقتي ظروفها لسه ما جاتش، يعني هي اليوم اللي هتصلح فيه لسه ما جاش. فالمفروض ان انا كنت بعمل اساسا الحافظات الشاك دي بالمكنسه، مع انها برضو لازم تتنفض. على فكره الحافظات الشاك دي علشان تبقوا عارفين لا بتتكنس ولا بتتشفط بالمكنسه. انا لازم اشيلها الشيله دي اللي انتوا شايفينها دي، واطلع بيها بقى اتنيها مرتين كده على بعضيها وعلى السلم، وبص خد عندك انزل منها كل حاجه. طبعا هي شعر، والشعر بيبقى مداري بلاوي، يعني هي بتبقى نظيفه قدامك كده والشعر مداري بلاوي. هل اسكت بعد كده؟ لا ما اسكتش، المحافظات دي انا محافظه عليها، يعني اليومين اللي هفرشهم كده ما يبوظوش مني. عندي الحفاظات بقى وانا فرشاها كده نصها متاكل، يعني نصها كده تحس ان هو مش مظبوط مش متسرح، ونصها متسرح. النص بقى اللي مش متسرح ده لازم اسرحه، ما يهداليش بال كده غير لما يتسرح ويبقى ايه منظم كده ومنسق في نفسه، كأني بسرح شعر رماس.
والله العظيم عشان تبقوا عارفين يعني انا محافظة عليها جدا، مش عاوزاها تبوظ لان انا حباها اساسا. فالمكان اللي احنا بندوس عليه رايحين جايين بقى غير المكان اللي احنا ما بنجيش ناحيته. طبعا دي حاجة معروفة في اي حاجة يعني. المكان اللي ناحية المكتبة ده علشان هو مركون وكده ومنعديش من ناحيته، فتحسوا ان هو مرتب كده ومهندم كده ومنظم، وتحسوا ان هي لسه جايه جديده. لكن اللي ناحيه رجلنا رايحين جايين حس ان شعرها اتلعبك شويه كده، ومفروض ان هي تتمشط زي ما انا مشطتها كده. هنا بقى طلعت على الناحيه التانية من الصاله. اسفه بقى لو صوتي ملخبط كده، او هتحسوا ان انا لساني تقيل كده شويه. طلع لي فطريات في بقي كلها من اولها لاخرها، مش عارفه ده ايه، برد ونطر على بقي ولا ايه، مش فاهمه. فالمهم قلت علشان ما فوتش يوم كده ما نزلش فيديوهات، قلت اقوم بقى تستحملوني انتوا اخواتي وتستحملوني. هنا بقى طلعت الشنطه بتاعه التمرينات. بيبقى فيها بقى المايوهات بتبقى مبلوله وكده، والفوط بتبقى مبلوله، فطلعتها علشان تنشف. وشلت بقى الشنطه بحالها، بشيلها بقى بحالها ومالها كده عشان ما انساش اي حاجه وانا رايحه التمرين. يعني النضارات بتاعت السباحه والبوردات والايس كاب والحاجات دي كلها محطوطه في الشنطه كده. كل اللي بطلعه منها بس ان انا بطلع المايوهات. تمام. هنا بقى جيت هنا، كنت عاوزه اكنس الحافظه وخلاص، يعني على المشي كده طياري كده. فهتشوفوني دلوقتي انا شلت كل حاجه بقى وروقت كل حاجه وشلت كل الشنط مكانها، ورجعت كل حاجه مكانها، وفضيت الباسكت اعزكم الله بتاع الزباله. وهنا فضيت الشنطه برضو بتاعه الخروج، لان بيبقى فيها البوك، وبحتاج البوك يعني كل شويه نطلع فلوس منه. فالولاد بيقعدوا يدخوا عليه البوك فين يا ماما، البوك فين يا ماما، اقول لهم في الشنطه، فكذا شنطه متعلقه جوه فما بيعرفوهاش. فانا بريح نفسي يعني كل ما اجي من بره اقوم مطلعه البوك من الشنطه، واقوم معلقاه مكانه. بصوا هنا انا كنت بنفض الحته اللي ناحيه الباب بس، ناحيه دخلنا وطلعنا. فرجعت وقلت لا مش هتتنفض كده ومش هعرف، وممكن اجيب على اللي انا نفضتها، علشان بس ما تقولوليش الروتين بتاعك مش مترتب ليه. انا ببقى بعمل حاجه، يعني مثلا انا داخله اعمل روتين، مش في دماغي خالص ان انا مثلا انفض الحافظات. اجي اكنسها او اعمل فيها حاجه اقول لا، طب ما انا انفضها احسن. هو ده اللي بس بيحصل في الروتين لو مش متلخبط لو متلخبط قدامكم. مش مرتب يعني. ممكن حد منكم يقول طب ما انت كنت شلت الحافظات كلها وريحتينا وريحتي نفسك وبعدين نفضتيهم وبعدين جيتي فرشت على نظافه. هو كل اللي بيحصل بس اللعبكه اللي انتوا شايفينها دي، ببقى ناويه يعني ان انا اعمل حاجه بسيطه كده في الصاله، وارجع اقول لا، طب ما انا يا بنتي ما تشيلي الحفاظات ونفضيها، طب ما تمسحي تحتيها كده عشان الدنيا تبقى نظيفه، بحيث انت لما تشيليها كده تلاقي الدنيا نظيفه تحتيها. هي الدنيا كانت نظيفه تحتيها ومش محتاجه ان انا اكنس. قمت ماسكه المساحه بتاعتي وبلاها، وقمت ماسحه كده تطويقه بسيطه كده، بحيث ان انا افرش الحفاظات على نظافه. حسوا كده ان الروتين كده الشقه كده بتفحفح كده ريحه نظافه، وتحس ان انت لما بتحركوا حاجه من مكانها بيحصل تغيير، مهما حتى لو هي الحاجة هتنحط تاني، لكن بتحسوا ان في تغيير كده، انشكاح كده في الشقة، ما تعرفوش جاي منين، بس المهم بتنشكح. هنا بقى فرشت الحافظة تاني. والحافظات دي حلوة عملية وكل حاجة، لكن حاسة ان هي ملهاش استهلاك كتير يعني، بتبوظ. يعني انت لو في ايدك ورايحة تشتري الحافظات دي، او تشتري اللي هي طالعه جديده اللي هي الجبلان، لا اشتري الجبلان وما تشتريش دي. ليه بقى؟ دي ملهاش عمر زي الجبلان هتعيش معاكي فتره كبيره عندي، لان دي طبعا الشعر بتاعها بيبوظ، ما بتتكنس، بتدوخك في الكنيس، دوخ في التشفيط بالمكنسه وهكذا. فالجبلان احلى وانضف بامر الله، بامر الله يعني. انكتب لنا عمر المره الجايه يعني هجيب جبلان، يعني مش في دماغي اساسا ان انا اجيب سجاد وكده. السجاد بيبقى تقيل، بيبقى رخم في الشيلان والتنظيف والغسيل وكده. فالحافظات اريح وكله طالع فيها يعني. كله دلوقتي ما بيفرش اساسا السجاد، كله طالع في الحافظات دلوقتي. تلاقوا اي حد تدخلوا عنده تلاقوه فارش حافظات ما فيش حد بيفرش السجاد دلوقتي. السجاد راحت عليه بمعنى اصح. وكمان هو شيك وكل حاجة، لكن اسعاره الخيالية دلوقتي اللي احنا بنسمعها هي اللي ودته في داهية. هنا بقى كان عند سبت الغسيل ده اللي طالع عينه وعين اهله. بصوا الولاد وربنا مش مخليين فيه فسفوسة سليمة، بيقعدوا فيه. يعني هو في الغسيل كده ويقعدوا فوق الغسيل، بجيبهم كده من جوه الغسيل. جبت بقى، كان عندي شوية غسيل كده يتشالوا من هنا يتحطوا هنا، قلت بقى اطبقهم بالمرة وبعدين احطهم في الدولاب.
هنا بقى ما كنتش قادره خالص ان انا اطلع للطيور فوق، فناديت على ريماس وقلت لها بقى اطلعي للطيور انت بالله عليكي، عندك الاكل في الحته الفلانيه والميه في الحته الفلانيه، طبعا انت عارفه الميه فين، فحطي للطيور اللي عندك فوق وبعد كده ايه ابقى اطلع لهم اخر النهار. فكانت بتقولي ماشيه يا ماما وكده. طلعت بقى ريماس وقعدت بقى ايه انا اطبق في الهدوم. طبقت في الهدوم بقى، وعاوزه اقول لكم ان لو شويه هدوم صغنطاطين كده في اي مكان تحسوا ان الدنيا متشقلب حالها، والله العظيم انا يعني السبت اهو، وشويه الهدوم بيبقوا في السبت يعني مش مزعليني في اي حاجه، محطوطين في جنبه خلاص. لكن لما بطبق شويه الهدوم دول الدنيا بتروق بقى كده، والشقه بتروق وبتنضف. حتى انا يعني لو قلعين حاجة والولاد قلعين حاجة وحاطينها مش في مكانها، تلاقوا الشقة متكركبة او الأوضة متكركبة، اللي هي فيها مثلا بيجامتين مثلا مقلوعين، فانيلا هنا فانيلا هنا، تحسوا بقى ان الدنيا ايه فوقيها تحتيها. فاول ما بطبق الهدوم كده الدنيا بتروق جدا. المهم تعالي بقى يا قلب اختك كده، اشتركتي في القناة ولا لسه مشتركتيش؟ اهم حاجة تشتركي في القناة قبل ما تطلعي من الفيديو. اهم حاجه اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا جدا جدا. الفيديو اللي انا بقول لكم حطوا عليه لايكات ما بتحطولوش عليه لايكات، الفيديو اللي بسيبه ببركه ربنا كده بتحطوا لي عليه لايكات. فانا ما قلتلكمش غير مره في اول الفيديو ومره في اخر الفيديو، لازم اعمل كده يا بنات علشان ما تطلعوش وتنسوا اللايك خالص تماما. فده لازم اساسا ان انا اقول كده في الفيديو. ما تفكروش ان انا باجي عليكم كل شويه وش بقى انت هتوشينا كل شويه لايك 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 لايك. فده بيبقى دعم منكم ليا، بس انا ما باخدش منكم غير اللايك ده وحبكم ليا مش اكتر ولا اقل. خلاص خلصت الهدوم بقى، هرجع كل حاجه مكانها ومحدش يتريق على السبت بتاعي. السبت ده كان في يوم من الايام سبت عادي عادي جدا زي اي سبت غسيل. يعني اقول لكم ايه اعمل ايه في القردين اللي معايا دول؟ ربنا يخليهم طبعا ويبارك لي فيهم ويهديهم هما وولادكم وولاد المسلمين اجمعين. هنا بقى شويه هدوم كده لميتهم برضو من الاوضه، كانوا مبحترين هنا وهنا وهنا، الولاد برضو كانوا موقعينهم من السبت، فقلت ايه اجيبهم كده جنبي إيه اطبقهم بالمره كده علشان ما يبقاش في اي حاجه محتاجه ان هي تتعمل تاني. خلاص بقى خلصت الهدوم، رجعت كل حاجة مكانها، رجعت السبت بقى مكانه وحطيت فيه الهدوم اللي مش نظيفة تاني. لان السبت برضو لما يبقى فيه شوية هدوم كده وفيه هدوم مش نظيفة تحسوا ان الدنيا متكركبة عندي في المطبخ، لان انا بحط السبت ده في المطبخ. هرجع بقى كل حاجة مكانها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا، واستفدتوا من حاجة ولو بسيطة. استفدتوا ما استفدتوش حطولي احلى لايك من احلى اخوات. هستنى لايكاتكم تعليقاتكم وتشريفكم ليا بتشجيعكم ليا باشتراككم في قناتي. انتوا اشتراككم في قناتي على راسي من فوق. دمتم في رعاية الله.